هذا اليوم نحن في مجمع الوفاء للشهداء السكني الذي سيوزع مجانا إلى عوائل الشهداء. والحمد لله رأينا اليوم على مشارف التشطيب وإنهاءات العمل، وبدأنا بالأرضيات للدور وتقريبا إكمال المستوصف، الهيكل المستوصف، وللمدرسة الابتدائية التي ستسلم إلى وزارة التربية، وكذلك المركز الصحي سيسلم إلى وزارة الصحة. هذا المجمع هو مجمع تبرع من مجموعة متبرعين بإشرافنا، وليس دخل للدولة ولا لأي جهة حكومية، وإنما هي الأرض أرض خاصة والبناء بناء خاص. بصراحة هذا أقل ما نقدمه إلى عوائل الشهداء، عوائل الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس وأقصى غاية الجود بالنفس، ضحوا بأبنائهم فلذة أكبادهم من أجل تحرير هذا الوطن. المواساة ليس فقط بالكلمة، عندما نواسي عائلة الشهيد وأم الشهيد وأخت الشهيد، عندما نواسيها لا نواسيها فقط بالكلمة. صحيح الكلمة لها أثر، لكن لابد أن نشعل شمعة لهذه الشريحة عوائل الشهداء حتى يعرفوا قيمتهم، وبالتالي سيكون هنالك انصاف لهذه الشريحة. وعندما البلد يتعرض لهجمة أو إرهاب ستجد من يضحي من أجل هذا البلد لوجود الأنصاف. أما إذا غاب الإنصاف لهذه الشريحة ولهذه العوائل لا تجد من يضحي من أجل الوطن والمقدسات. اليوم حقيقة في مجمع الوفاء للشهداء نسبة الإنجاز ممتازة. حقيقة مجمع الوفاء للشهداء يتكون من 120 دار سكني بمساحة 120 متر مربع، واجهة 10 نزال 12، إضافة إلى مدرسة تحتوي على 9 صفوف وإدارة، بالإضافة إلى مركز صحي مستوصف، بالإضافة إلى جامع، بالإضافة إلى خدمات كاملة. حقيقة كان حرص الشيخ على أن تكون جميع الخدمات أندر جراوند، بحيث تكون جميع البنى التحتية بما ضمنها الكهرباء والاتصالات تكون تحت الأرض. حقيقة البنى التحتية منجزة من ناحية خطوط المجاري، خطوط المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى خط الضغط العالي، بالإضافة إلى خطوط المياه الصالحة للزراعة. حقيقة كان في حرص كبير على أن تكون هناك مساحات خضراء كمتنفس لعوائل الشهداء. إنجازنا للمشروع حقيقة البيوت اقتربت على الانتهاء، باشرنا بالإنهاءات، نسبة كبيرة من البيوت انجزت بالكامل، تبقى فقط يعني تشطيب الكهرباء. أما بالنسبة للمدرسة والمستوصف حقيقة نسبة الإنجاز فيها 70%.